انت متخيل ان في عنصر واحد بس نقصه ممكن يخليك تعبان طول اليوم؟ يومك متلخبط، عضلاتك دايما شد عليك، متوتر، وضربات قلبك مش منتظمه، وحتى السكر وضغط الدم ممكن يتاثروا. في ملايين من الناس عندهم نقص في المغنيسيوم ومش عارفين. ولو فكرت تاخد مغنيسيوم هتلاقي حد يقول لك خد مغنيسيوم جلايسينيت، لا خد السيريونيت، لا خد الستريت، او حد يقول لك خد الاكسيد ارخص. طب ازاي تعرف انت عندك نقص مغنيسيوم ولا لا؟ وهل التحليل لوحده كفايه؟ ولو محتاج تاخد مغنيسيوم انه نوع اللي انت محتاجه فعلا؟ في الفيديو ده هقول لك كل اللي محتاج تعرفه عن المغنيسيوم بطريقه بسيطه وبناء على ابحاث ودراسات علميه صحيحه، واي نوع فيهم اللي انت محتاجه فعلا، وتاخده ازاي، وامتى ما ينفعش تاخد مغنيسيوم. خليك معايا للاخر عشان هتسمع حاجات عن المغنيسيوم ممكن تكون اول مره تعرفها، وممكن الفيديو ده يكون حل المشكله انت بتعاني منها من سنين ومش لاقي لها حل. أول سؤال لازم نجاوب عليه إيه هو المغنيسيوم؟ المغنيسيوم هو معدن أساسي الجسم بيحتاجه يوميا علشان يعرف يشتغل بطريقة صحيحة، والجسم ما يقدرش يصنعه بنفسه، يعني لازم يجيله من مصدر خارجي، سواء كان من الأكل اللي بناكله أو من المكملات لو محتاجين ناخدها. المغنيسيوم هو مفتاح التشغيل لمئات العمليات اللي بتحصل جوه الجسم، بيشارك في أكتر من 300 تفاعل إنزيمي، وفي بعض الأبحاث قالت إن عدد التفاعلات اللي بتحتاج المغنيسيوم جوه الجسم أكتر من 600 تفاعل. المغنيسيوم بيدخل في وظائف حيوية كتير بتحصل جوه الجسم، زي إنتاج الطاقة جوه الخلايا، تنظيم عمل العضلات وانقباضها وانبساطها، وكمان الحفاظ على انتظام ضربات القلب، بناء العظام والأسنان، تصنيع البروتين والحمض النووي، تنظيم ضغط الدم وزيادة حساسية الأنسولين، وكمان تنظيم سكر الدم وتكوين فيتامين د داخل الجسم. وتعالى مع بعض كده نشوف أهم الدراسات اللي اتعملت على المغنيسيوم ودوره جوه الجسم. في دراسة اتعملت سنة 2024 لقت إن المغنيسيوم قلل تعب العضلات وحسن الأداء الرياضي والتعافي، وكمان كان ليه دور في حماية العضلات من التلف. والدراسة دي وصلت لأن الرياضيين علشان يقدروا يحسنوا من أدائهم الرياضي المفروض ياخدوا المغنيسيوم بجرعات أعلى ب10 أو 20% من الأشخاص الغير رياضيين، وإنهم محتاجين مستويات مغنيسيوم أعلى حتى في فترات الاوف سيزون. وفي دراسه تانية اتعملت في مارس 2026 ودي تم فيها متابعه اكتر من 1600 مريض سكر، لقت ان تناول نسب اعلى من المغنيسيوم قلل من نسب الوفيات بسبب امراض القلب والكلى في الاشخاص المصابين بمرض السكر. وفي دراسه تانية في 2024 لقت ان في علاقه بين تناول المغنيسيوم ونسب المغنيسيوم جوه الجسم وامراض القلب، وان تناول المغنيسيوم بنسب اقل كان مصاحب لارتفاع ضغط الدم وامراض الشرايين التاجيه والجلطات وامراض القلب المختلفه. وهنا نيجي لنقطه مهمه، هو مين اكتر ناس معرضه لنقص المغنيسيوم؟ ولو انت منهم يبقى لازم تكون حريص انك تكمل احتياجاتك اليوميه من المغنيسيوم. مرضى السكر ومقاومه الانسولين، كبار السن، مرضى الجهاز الهضمي زي كرونز والسيليا، المرضى اللي بياخدوا مضادات للبول او ادويه الحموضه لفترات طويله، وطبعا الرياضيين. لو انت منهم او حتى لو ما عندكش اي مشكله من دي يبقى لازم تحرص انك تكمل احتياجاتك اليوميه من المغنيسيوم. نكمل احتياجاتنا ازاي؟ اول حاجه من الاكل، المكسرات زي اللوز والكاجو، السبانخ والافوكاتو والبقوليات، الشوفان والحبوب الكامله. لو انت بتحس باي اعراض زي الشد العضلي المتكرر، رفرفه في العين او تنميل في الاطراف، ارهاق بدون سبب، صعوبه في النوم، قلق وتوتر، صداع متكرر، ضعف في التركيز، خفقان في القلب، يبقى احتمال كبير يكون عندك نقص في المغنيسيوم. وهنا نيجي للسؤال المهم، هو تحليل نسبة المغنيسيوم في الدم لوحدها كفاية عشان تبين انك عندك نقص في المغنيسيوم ولا لا؟ في الحقيقة لا، ناس كتير بتعمل تحليل الدم وتلاقي النسبة كويسة فتفتكر انها كده ما عندهاش نقص، لكن الحقيقة انها اقل من 1% من المغنيسيوم اللي موجود في الجسم موجود جوه الدم، واغلب المغنيسيوم يعني حوالي 99% منه بيبقى موجود جوه الخلايا وجوه العظام. علشان كده ممكن تحليل الدم يكون طبيعي رغم ان فيه نقص، وعلشان كده احنا كاطباء بنعتمد في تشخيص نقص المغنيسيوم اكتر على الاعراض والتاريخ المرضي والنظام الغذائي، وساعات بنحتاج نلجأ لتحاليل متخصصة ودقيقة اكتر من تحليل نسبة المغنيسيوم في الدم. طيب لو خلاص اتأكدنا انك عندك نقص مغنيسيوم، او انت من الاشخاص المعرضين اكتر لنقص المغنيسيوم اللي اتكلمنا عليهم قبل كده ومش قادر تكمل احتياجاتك من الاكل، هنا يجي دور المكملات، وده يعتبر اهم جزء في الفيديو. في انواع كتير من مكملات المغنيسيوم موجودة في السوق وكل نوع ليه استخدامه. تعال بسرعة كده اشرح لك اغلب انواع مكملات المغنيسيوم الموجودة في السوق علشان تقدر تحدد ايه النوع اللي يناسب حالتك. اول نوع هو المغنيسيوم جلايسينيت، وده افضل اختيار لاغلب الناس لان امتصاصه ممتاز، لطيف على المعدة ومش بيعمل اسهال، وكمان بيقلل التوتر وبيحسن النوم. بنصحك بيه لو مشكلتك ارق وقلق، شد عضلي، او لو انت رياضي. تاني نوع معانا هو الستريت، وده كمان امتصاصه ممتاز لكن له تأثير ملين، يعني ممكن يسبب اسهال عند بعض الناس، علشان كده هو مناسب اكتر لو في امساك.
تالت نوع هو السيريونيت، وده أكبر ميزة فيه إنه بيقدر يوصل للمخ بكفاءة عالية. في دراسة اتعملت سنة 2022 لقت إن المغنيسيوم سيريونيت قدر يحسن الوظائف الإدراكية لدى الأشخاص اللي أخدوه بانتظام أكتر من المجموعة اللي بتاخد بلاسيبو، وكمان بيحسن الذاكرة والتركيز. لكن عيبه إنه سعره غالي شوية أكتر من باقي أنواع المغنيسيوم. وفي كمان الماليت، وده بنستخدمه أكتر مع الأشخاص المصابين بالفايبروماليجيا. وفي كمان التوريت، واللي مفيد أكتر لصحة القلب. وللأسف إن أشهر نوع وأكتر نوع منتشر هو المغنيسيوم أوكسايد، وهو أسوأ نوع من مكملات المغنيسيوم وامتصاصه ضعيف جدا، ولو بنستخدمه أكتر كملين. طيب هنستعمله قد إيه أو كم مرة؟ احتياج المغنيسيوم في الرجال هو حوالي 400 مللي جرام يوميا، وفي النساء حوالي 300 مللي جرام يوميا. بناخده غالبا قبل النوم، او ممكن ناخده قبل النوم بساعة لو في مشكلة امساك، وبتستخدمه كملين. ونقطة مهمة برضو لازم نقولها، لان في مفهوم خاطئ منتشر عند اغلب الناس، هو المغنيسيوم بينزل السكر؟ الحقيقة ان المغنيسيوم مش علاج للسكر، لكن انك تحافظ على مستوى طبيعي من المغنيسيوم في جسمك ده هيحسن حساسية الانسولين، وهيساعدك انك تتحكم في سكر الدم. هل استخدام مكملات المغنيسيوم ليها اضرار او اثار جانبية؟ الجرعات المناسبة منه في الغالب هي جرعات آمنة ما فيهاش اي مشاكل، لكن الجرعات العالية ممكن تعمل مشاكل زي الإسهال والمغص والغثيان. وطبعا لازم تراجع طبيبك قبل ما تاخد أي مكمل. اكتب لي في التعليقات لو سبق واستخدمت أي نوع، وهل كان فعلا في فرق معاك. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، وتشارك الفيديو مع أي حد أنت شايف إنه ممكن يستفيد منه. روابط كل الدراسات اللي اتقالت في الفيديو هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.